فيلمنا بيبدأ بجون وهو غرقان في عرقه وبيتمرن بكل غل، وفي نص ما هو بيتمرن بيدخل عليه باور كينج ومعاه بدلة وبيبص له وبيسأله إذا كان مستعد ولا لسه. فجون بيبص له بكل ثقة وبيقول له إن هو جاهز ومستعد آخر استعداد. وبعدها بنتنقل للصحراء وبنشوف جون في مواجهة ضرب نار مع رجالة رئيس المجلس الأعلى، وبيقتلهم واحد ورا التاني لحد لما بيوصل للرئيس نفسه. الرئيس بيبص له وبيقول له أنا عارف إنك جاي تقتلني وعايز تخلص عليا، بس حتى لو خلصت عليا فالمجلس الأعلى مش هيهدى ولا هيسيبوك في حالك وهيفضلوا وراك، وللأسف انت تعبت على الفاضي وشقيت طريقك لحد الصحراء على حاجة مش هتفيدك بنكلة. بس في نفس اللحظة جون ما بيضيعش وقت وبيقوم رافع سلاحه وبيخلص عليه وبيقول له انا ما بعملش حاجة من غير فايدة. وعلى ناحية تانية خالص بنشوف براون نائب المجلس الأعلى للمجرمين وهو رايح للفندق، وبيبقى معاه رسالة لصاحب الفندق، والرسالة دي ممضية ومبصومة من جميع أعضاء المجلس، وفيها أمر صارم لنيستون بإخلاء الفندق في خلال ساعة زمن واحدة بس، وده يعتبر عقوبة وتأديب ليه لأن جون لسه عايش ومخلصش عليه. لا ومش بس كده، ده كمان لسه مخلص على رئيس المجلس الأعلى. فالمجلس قام شايل الليلة كلها لصاحب الفندق لأنه مرضيش يقتل جون زمان وخالف قوانين الفندق وسابه بمزاجه. براون مش بيديه أي فرصة أو مجال إنه يفتح بقه أو يبرر موقفه، وبيروح حاطط قدامه ساعة رملية وبيظبطها على ساعة واحدة بس، وبيبلغه كمان إنه لازم يروح لماركيز، وده بيبقى ابن رئيس المجلس اللي مات وهو اللي ورث منصب أبوه وبقى بيحرك كل العصابات بصباعه دلوقتي. وبعد ما الفندق بيفضى خالص ونيستون بيروح لماركيز، وفي نفس اللحظة بنشوف إن الوقت خلص خلاص والساعة الرملية فضيت، ونيستون بيلف وراه وبيشوف الفندق بتاعه وشقة عمره وهو بيتفجر وبيتبخر في الهواء قدام عينيه، وبيلف الماركيز وبيقول له بحسرة وكسرة نفس انا عملت كل اللي طلبته مني وزيادة، وحاولت اني اقتل جون لما كان عندي، بس ماركيز ما اهتملوش خالص زي ما يكون حيوان بيكلمه، وراح قتل موظف الاستقبال في الفندق واللي اسمه شارون، وده بيبقى مساعد ونيستون وصاحب عمره، ونيستون بيحزن عليه حزن مش طبيعي. بس ماركيز بيبص له وبيقول له انت المفروض كنت الهدف الاساسي، بس انا اديتك فرصة تانية ويا ريت تستغلها صح، وبيسيبه وبيمشي. بعدها ماركيز بيطلب من رجالته ان هم يجيبوا له كن، وده قاتل محترف بس اعمى وبيعتمد اعتماد كلي على حاسة السمع، وحاسة السمع اللي عنده قوية جدا، ده غير ان مهاراته في القتال تساوي جون بالظبط. وبنعرف ان هما كانوا اصحاب زمان، بس كين اعتزل الشغلانه دي من فتره طويله، وبعد كده كين بيروح يقابل ماركيز واللي بيحاول يغريه وبيعرض عليه فلوس كتير جدا علشان يرجع للشغل مره تانية، بس كين بيبص له وبيرفض، فماركيز بيلعب معاه بطريقه تانية وبيهدده باغلى حاجه عنده، والحاجه دي بتبقى بنته. وكين اول ما بيسمع التهديد ما بيلاقيش قدامه اي حل تاني غير ان هو يوافق وهو مغمض، ولما بياخد الورقه اللي مكتوب فيها المهمه بيعرف ان هو لازم يقتل جون ويك، ولما بيعرف بيبقى متردد لانه عارف جون كويس وعارف قوته، بس في الاخر بيضطر يوافق علشان يحمي بنته. بعدها بنتنقل للفرع التاني بتاع الفندق، والفرع التاني بيبقى في اليابان. بنعرف ان رئيس الفندق هناك اسمه كوجي وبنته اسمها اكيرا، بنشوف واحد اسمه ديرجو وده بيبقى قاتل مأجور، وبنشوفه وهو بيخش على الفندق ومعاه كلبه، وبنعرف ان هدفه هو كمان انه يخلص على جون ويك علشان ياخد الجائزة المعروضة. وفي نفس الوقت كوجي وبنته اكيرا بيطلعوا لقمة الفندق، وبنشوف جون وهو قاعد هناك، وبنعرف ان هو وكوجي بيبقوا اصحاب من زمان قوي. جون بيبص له وبيشكره من قلبه على مساعدته ليه وانه وقف معاه من غير ما يستنى منه اي مقابل، فكوجي بيقول له انت شكلك اتجننت، مساعدة ايه اللي بتشكرني عليها؟ وبيقول له ان صحوبيتنا دي اهم من اي حاجة في الدنيا، وبيبدأ يحذره ويلفت نظره لان المجلس مش هيهداله بال ولا هيسيبه في حاله وهيفضلوا يجروا وراه. بس في نفس اللحظة دي رجالة ماركيز بيخشوا على الفندق علشان يقابلوا كوجي، وبيقولوا له من الاخر كده احنا جينا علشان شمنا خبر ان جون عندك، فخليه يطلع ويسلم نفسه بالذوق احسن له. وهنا بيظهر كين في الصورة، وبنعرف ان هو كمان كان صاحب قديم لكوجي، فكين بيبص له وبيطلب منه انه يسلمهم جون علشان يمشي الليلة، بس كوجي طبعا بيرفض. ففي ثانية بيبتدي ضرب النار ما بينهم وبينضم ليهم جون وأكيرا، بس للأسف أكيرا بتتصف جنبها، بس باباه بينقذها وبيقول لجون يهرب بسرعة، وفعلا جون ما بيضيعش وقت وبياخد بعضه وبيبدأ يخلص على أي حد يجي في طريقه أو يفكر يقف قدامه. وهنا بيظهر كين في الصورة، وبنعرف إن هو كمان كان صاحب قديم لكوجي، فكين بيبص له وبيقف قدامه وبيعرف منه إنه عايز يقتله، فبيبدأ بينهم قتال عنيف، وبنعرف إن هم من صغرهم بيتدربوا مع بعض، وعلشان كده المواجهة صعبة لأن كل واحد فيهم عارف نقط ضعف التاني. بس في نفس اللحظة دي بيظهر دراجو وبيبقى معاه القناص بتاعه وبيضرب عليهم نار من بعيد، بس هما الاتنين بيقدروا يفلتوا من الرصاص، والهرجله دي خلت جون يلاقي طريقه يهرب بيها من كين، بس لسه يا دوب ياخد نفسه بيلاقي نفسه في مواجهه تانية مع ناس نازلين في طحن وعايزين يخلصوا عليه. وهنا بتحصل المفاجاه ودراجو بيساعد جون وبيقتلهم من بعيد،
ولما بيخلص عليهم كلهم بيروح لجون وبيقف قدامه، فجون بيبص له بيقول له انت مين بالظبط وليه ساعدتني؟ فدراجو بيقول له ان هو قاتل مأجور وانه مساعدته ليه مش ببلاش، وانه بس مستني المجلس يعلي المكافأة على راسه علشان يخلص عليه. وعلى الناحية التانية بنشوف كوجي وهو غرقان في دمه وتعبان جدا، وبنته اكيرا بتسنده، وفجأة بيطلع لهم كين وبيبص لكوجي وبيطلب منه يقول له على مكان جون او ايه هي خطته بالظبط، بس كوجي بيرفض وبيحصل ما بينهم مواجهة، وللاسف بتنتهي بموت كوجي. واكيرا الدنيا بتسود في عينيها وبتتأثر جدا بموت ابوها وبتبقى عايزة تنتقم بس ما بتقدرش لانها مصابة وتعبانة، وكين بيحن عليها وبيديها فرصة تعيش وبيقول لها انا عارف انك هتنتقمي مني بعدين. اكيرا بعد كده بتروح تقابل جون وبتبلغه بموت ابوها وبتقول له لو انت ما خلصتش على كين وقتلته انا اللي هقتله بايدي، وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنشوف نيستون وهو رايح لباور كينج وبيطلب منه انه يشوف جون، فكينج بيبص له وبيقول له انت بعد كل اللي عملته فيه وجاي كمان عايز تشوفه؟ ده لو لمح طرف عينك بس اكيد هيقتلك. بس ونيستون بيفضل مصمم ومنشف دماغه انه يشوف جون لانه خلاص ما بقاش حيلته حاجه بعد ما المجلس فجروا الفندق بتاعه. فكينج بيوافق في الاخر وبياخده وبيروحوا لجون، وفي نفس الوقت بنشوف دراجو وهو رايح لماركيز وبيقول له انا سبت جون يعيش بمزاجي بس انا اقدر اخلص عليه في ثانيه، فمن الاخر كده انا عايز فلوس اكتر ومبلغ عالي قوي قصاد رقبته. وماركيز بيقول له زي ما احنا وصلنا لمكان جون ويك مره فنقدر نوصل له تاني، ودراجو بيقول له بس ده بعد ما يخلص عليك. فماركيز بيسلم عليه وفي لحظة غدر بيضرب ايده بالسكينة وبيأمره انه يسحب ايده من السكينة علشان يثبت ولاءه للمجلس، وبيتفقوا مع بعض فعلا. بعدها بنشوف جون وهو قاعد مع ونستون وبيسأله عن رئيس المجلس الحالي، فونستون بيقول له ان رئيس المجلس الجديد اسمه ماركيز، فجون بيقول له بكل غل انه هيروح يقتله، ونستون بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت لسه ما اتعلمتش من اللي فات، انت لو قتلت ماركيز هيجيبوا غيره على طول والموضوع مش هيخلص. فجون بيقول له خلاص انا هبيد اعضاء المجلس كلهم واحد ورا التاني واخلص من القصة دي خالص واخد حريتي. بس ونستون كان عنده رأي تاني خالص وقال له انت لازم تتحدى ماركيز رسمي في حاجة اسمها مبارزة الاسياد، ولو انت كسبت فيها بتطلب حريتك من المجلس ومحدش يقدر يفتح بقه معاك تاني. وجون بيلف وشه وبيقول له علشان ادخل المبارزة دي لازم اكون تبع عصابة ومنضم ليها، وللاسف عصابتي القديمة متبرئين مني وطردوني. وبنعرف هنا ان عصابة جون ويك اسمها روز كروم، ونستون بيبص له وبيقول له الموضوع دلوقتي بقى في ايدك انت ولازم ترجع لعصابتك باي طريقة علشان تقدر تلاعب ماركيز وتغلبه. وفعلا جون ما بيستناش وبياخد بعضه وبيسافر على برلين على طول علشان يروح لمقر العصابة. واول ما جون دخل القصر بدأ يسأل على رئيس العصابة، بس للاسف كل اللي بيشوفه هناك بيهجم عليه وفي الاخر بيربطوه في حبل المشنقة علشان يخلصوا عليه ويشنقوه، بس لحسن الحظ بيمشوا معاه بالعادات القديمة وبيدوله فرصة يقول اخر كلمتين في دنيته. وفي اللحظة دي بتظهر بنت رئيس العصابة واسمها كاتيا، ودي اللي اخدت مكان ابوها ومسكت المنصب بعد ما اتقتل، فبتبص له وبتسأله انت ايه اللي رجعك هنا تاني بعد كل ده؟ فجون بيقول لها انا عايز ارجع انضم للعصابة تاني، فبتقول له انا موافقة ومستعد ارجعك بس بشرط واحد، انك تروح تخلص على اللي قتل ابويا وساعتها هننسى القديم والجديد ونخليك ترجع لوسطنا. وبتفتح عينيه وبتقول له ان اللي قتل ابويا راجل قوي جدا واسمه كيلا، وقبل ما يمشي بتشرط عليه وبتقول له لما تقتله لازم تجيب لي دليل ملموس في ايدك يثبت انك خلصت عليه. وفعلا جون بياخد بعضه وبيروح لكيلا على طول، واول ما بيشوفه بيفرح جدا لان الهدف بتاعه جاله لحد عنده من غير ما يتعب ولا يدور عليه. بس المفاجاه ان دراجو وكين كانوا قاعدين مستنيين جنب كيلا، فبص لهم وعرض عليهم يلعبوا قمار ولعبه حظ واللي يخسر فيهم يقتلوه ويخلصوا عليه، فكلهم بيوافقوا وبيقعدوا. بس في وسط اللعب جون وكين بيحسوا ان كيلا بيلعب بديله وناوي يغدر بيهم ويقلب الترابيزه عليهم، وفعلا من غير كلام بداوا هم بالمواجهه على طول. كين ودراجو نزلوا طحن في الرجاله بتاعت كيلا، اما جون ركز على كيلا لوحده ودخل معاه في خناقه فظيعه وفضل وراه وقعد يضرب فيه لحد ما قدر يوقعه من فوق المبنى، وكيلا مات وانتهى. وطبعا ما رجعش للعصابه وايده فاضيه، خلع سنته علشان ياخدها كدليل يوريه لكاتيا. وفعلا اول ما بتشوف السن وبتتاكد ان كيلا مات بترجع جون لعصابه روز كروم مره تانية، والكل قعد يحتفل بيه ورحبوا برجوعه. وتاني يوم على طول ونستون بياخد بعضه بيروح لماركيز وهو مظبط معاه وثيقه رسميه يقطم رقبته بيها. الوثيقه دي بتثبت ان جون رجع وبقى تابع لعصابه روز كروم، ودي عصابه تقيله ومعروفه جدا وقانونا من حقه يطلب يبارزه. بس ماركيز بيبص له ببرود وبيقول له انا ايه اللي يخليني اوافق على المبارزه دي اصلا؟ هنا ونستون بيبدا يلعبه بالكلام ويقنعه وبيقول له انت لو وافقت على المبارزه دي وفزت على جون هتعمل لقطه على كل الرؤساء اللي قبلك، لقطه هم ما يعرفوش يعملوها، وبكل سهوله هتكون قدرت تجيب جون ويك وتقتله واسمك هيسمع في الدنيا كلها وهتتشهر جدا. فماركيز طبعا بيوافق على طول، بس ونستون بيقاطعه وبيحط شروطه وبيقول له لو جون فاز هياخد حريته وانا هترجعوا لي فندق الكونتيننتال بتاعي وكل مصاريف وتكاليف الفندق وتصليحه هتكون على حساب المجلس. ماركيز وافق برضه بعد الشروط بس حب يقلب الترابيزه شويه، فشرط ان لو جون خسر ونستون هيتقتل معاه، ونستون بيوافق هو كمان. وتاني يوم ماركيز وجون بيتقابلوا ومعاهم نائب المجلس علشان يظبطوا القعده ويحطوا الشروط، والاجتماع
الاجتماع ده معمول علشان يتفقوا على شروط المبارزه وميعادها بالظبط. كل واحد بدا يختار الميعاد والشروط اللي عايزها. يعني مثلا جون اختار ان المبارزه تكون حالا وما تتاجلش، اما ماركيز فاختار انها تكون على شروق الشمس. وبعد كده جت لحظه الاختيار وكل واحد فيهم سحب ورقه، والسيستم ان اللي هيطلع رقمه اعلى كلامه وشروطه هما اللي هيتنفذوا. وفعلا ماركيز سحب وطلع رقمه اعلى وهيتنفذ الميعاد اللي هو قاله، والمبارزه ما بينهم اتاجلت لحد شروق الشمس. بعدها براون بيسالهم عن مكان المبارزه ونوع الاسلحه اللي هيستخدموها وبيحددوها بنفس الطريقه. وبعد ما بيخلصوا براون بيمضي على الكلام النهائي وبيعلن الشروط الرسميه: ميعاد المبارزه عند شروق الشمس، المكان في المعبد، نوع الاسلحه مسدسات، والمسافه بين الطرفين هتبدا ب 30 خطوه، وبعد كل طلقه تتقدموا 10 خطوات قدام. ومن ضمن الشروط برضو ان لو حد اتاخر ثانيه واحده عن الميعاد يعتبر خسران على طول، واللي يخسر هيموت مكانه. وطبعا ثبتوا الشروط اللي وينستون شرطها قبل كده، وهي ان لو جون فاز ياخد حريته ويبنوا الفندق من جديد على حساب المجلس. اما ماركيز فطلع ناصح وعين كين بديل عنه في المبارزه دي. ماركيز راح لرجالته وقعد يتفشخر قدامهم باللي عمله، بس الرجاله اعترضوا على القرار ده وخافوا ان كين يوديهم في داهيه، وخصوصا انه اعمى. بس ماركيز بيبص لهم بخبث وبيقول لهم: مين قال لكم ان جون هيوصل لمكان المبارزه اصلا؟ وهنا بنعرف انه اتصل بالسنترال المسؤول عن تواصل العصابات وعرض مكافاه كبيره جدا بقيمه 26 مليون دولار للي يخلص على جون ويك قبل شروق الشمس، وكمان كل ما ساعه تعدي المبلغ ده هيزيد. على الناحيه التانيه بنشوف جون وهو بيجهز وبيظبط سلاحه وبيبقى عارف ان الكل بيدور عليه علشان المكافاه، فبيقول لوينستون وكينج: انا لو مت اكتبوا على قبري الزوج المخلص جون ويك. وبياخد بعضه وبيتحرك علشان يوصل للمعبد، بس الطريق كان مليان عصابات، بس جون بيقدر يهزمهم وبيفرمهم كلهم. بس للاسف كل ما يخلص على عصابه بيطلع له عصابه تانية، لغايه ما عدد العصابات زاد قوي وما عادش فيه مفر. بس جون ويك بذكائه قدر يلاعبهم وخلى العصابات دي تصفي بعض. المجموعه الاولى جون لبسهم في بعض عن طريق الرشاشات، ومجموعه تانية خلص عليهم عن طريق العربيات والحوادث في الطريق. وفضل مكمل بعدها زحف لحد ما قرب من المعبد، بس هناك كان فيه مجرمين كتير جدا، فجون بيدخل معاهم في مواجهه عنيفه. وفي وسط الضرب ده بيظهر دراجو وبيبعت لماركيز انه هيقتل جون ويك مقابل 35 مليون دولار، فبيقول له ان ده مش اتفاقنا، فبيقفل في وشه وبيساعد جون علشان يضغط على ماركيز، وبيرجع يتصل عليه تاني وبيقول له انا موافق. وهنا دراجو بيهجم على جون ومساعد ماركيز بيوصل وبيهجم على جون، واللي بيعرف يهرب منه لغايه ما بيوصل للسلم. بس للاسف عدد الرجاله بيزيد قوي ومساعد ماركيز بيوصل هناك. وهنا بتحصل المفاجاه وكين برضه بيطب على المكان وبيقرر يساعد صاحبه القديم علشان يلحق يوصل في الميعاد اللي متحدد بالثانيه. ودراجو بيعرف ان ماركيز هو اللي خطط للهجوم ده، فبيقرر انه يقف مع جون ويساعده، والثلاثه دول مع بعض بيعملوا اقوى ميكس وبيقدروا يخلصوا على كل رجاله ماركيز. وفي المكان ده دراجو بياخد بعضه وبيمشي، اما كين وجون بيوصلوا للمعبد. بس قبل ما بيدخلوا كين بيضرب ايد جون بالسيف وبيعمل له خربوش صغير كده وبيقول له ده قصاد مساعدتي ليك علشان نكون خالصين. وفي المعبد وينستون وماركيز وبراون بيبقوا قاعدين مستنينهم على نار علشان يبداوا المبارزه، وبما ان كين هو البديل والنائب عن ماركيز فالمواجهه بتبدا ما بينهم. الاتنين بيقلعوا الجاكيتات المضاده للرصاص وبيقفوا على بعد 30 خطوه، وبراون بيعلن عن بدء التحدي وكل واحد فيهم بيضرب التاني بالنار. بس الضربه الاولى جت في ايد كل واحد فيهم وبيقربوا من بعض ال10 خطوات زي الشرط ما بيقول، وبيرجعوا يضربوا الطلقه التانيه. بس المره دي الضربه جت في كتف جون وضربه جون جت في بطن كين، وبيتقدموا كمان 10 خطوات وبيوصلوا لاقرب مسافه، فكين بيضرب نار على جون وبيتصاب اصابه جامده وبيقع على الارض. وهنا ماركيز ما بيصدقش عينيه وبيدخل في اللعبه وبيبقى عايز ياخد مكان كين علشان يبقى هو اللي قتل جون بايده وخلص عليه. وفعلا براون بيوافق وماركيز بياخد مكان كين وبيمسك سلاحه وبيوجهه على جون، وكان خلاص هيقتله. بس وينستون بخباثه بيقول له بسبب غبائك وغرورك انت اللي هتموت حالا. فماركيز استوعب ان جون لسه في الطلقه الثانيه وهو ما ضربش اصلا ولسه ما خدش دوره، فجون بيقوم رافع سلاحه في ثانيه وبيضرب الطلقه الثالثه في دماغ ماركيز وبيخلص عليه. وبنعرف هنا ان جون هو اللي فاز بالتحدي، وكين بيبص لجون وبيشكره من قلبه لانه ما قتلوش في المبارزه وحاول على قد ما يقدر يضربه في اماكن مش خطر علشان يحميه. وهنا براون بيعلن رسميا فوز جون ويك، وكمان بيعلن عن حريته وموافقه المجلس الاعلى على بناء فندق الكونتيننتال لوينستون من جديد وعلى حسابهم. ووينستون بيبص لجون وبيشكره على كل اللي عمله معاه بالرغم من الاذيه اللي تسبب له فيها زمان وكان هيقتله، بس الرجوله بتظهر في وقت الشده. وبعد ما الكل بياخد بعضه وبيمشي وجون ويك بيفضل يعاني لوحده مع الاصابه الاخيره وكانت بتوجع جدا، وبيفضل ينزف كتير وهو قاعد على السلم. وفي اللحظه الاخيره دي بيفضل يفتكر كل ايامه وذكرياته مع مراته اللي وحشته جدا وللاسف بيموت. وبتنتهي قصه جون ويك ورحله انتقامه الطويله لمراته، وكينج ووينستون بياخدوا جثته وبيدفنوها جنب مراته وبيكتبوا على قبره الزوج المخلص جون ويك زي ما هو وصاهم بالظبط. وبكده بيخلص فيلمنا، ويا ريت الفيلم لو عجبكم لايك كومنت شير وسبسكرايب.